خليني اقول لكم ان حقيقه يعني انا شفت صوره صلاح اثناء الاهداف اللي احنا جبناها، واحنا بنتكلم على صلاح يعني كنجم من نجوم مصر، وهو القائد لفريقنا واحد افضل لاعبي العالم. وشفنا لقطه حقيقه مصطفى محمد بعد ما احرز الهدف ودعم لصاحبه وزميله، ويعتبر ممكن يكون قدوته حقيقه في الملاعب بتيشيرته بعد ما احرز الهدف. دي لقطه حلوه جدا، لو عندكم يا جماعه هاتوها. في نفس الوقت صلاح في نفس الوقت وفرحته هاتوا لي اللقطتين يعني في نفس الوقت، وفرحته بالهدف ده، بالرغم ان احنا يعني قلبنا وقع الحقيقه لما الحكم ابتدى يروح للفار وانها ممكن تكون هاندبول. لا يعني الامور بالنسبه عندكم يا جماعه ولا مش عندكم؟ يعني الامور بالنسبه لمنتخبنا، احنا بنحب بلدنا. صلاح بيحب بلده، مصطفى محمد بيحب بلده، مرموش بيحب بلده، ودي اللي بتفرق معانا يعني كل اللعيبه الحقيقه، ودي اللي بتفرق معانا قوي قوي في ماتشات زي كده بتفرق معانا. كل المنتخبات اللعيبه بتحب بلدها، لكن احنا عندنا الامور ممكن تكون فيها العاطفه شويه، حتى لو انت بقى فكرك احترافي وفكرك عقلاني، بس برضو عندك الحته دي، عندك الحته اللي انتوا شايفينها تحت التو ويندوز اللي تحت دول، الجماهير وهي قاعده مستنيه اولادها ومنتخبها وهو بيكسب عشان يفرحوا ويطلعوا في الشوارع ويرفعوا علم بلدهم. هي دي الحاجه اللي تبسطهم. ادي صلاح وهو بيتفرج في المربع اللي فوق ده ومبسوط بالهدف الحقيقه. ولو اللقطه بتاعت كمان مصطفى محمد وهو رافع تيشيرت صلاح، ده برضو دعم لزميله اللي عارف ان هو بيقوم بدوره الحقيقه، وعدم تواجده في الملعب غصب عنه، غصب عنه، لان مفيش لعيب كبير زي صلاح ممكن يكون في مهمه زي انه يرفع اسم بلده ويقول لك لا انا مش موجود. بس ده درس لناس كتير جدا هي مش فاهمه يعني ايه قيمه لعيب زي صلاح حقيقه، مش دفاعا عنه ولكن دي الحقيقه، لان كلنا اتحطينا في موقف زي كده ان احنا نرفع اسم بلدنا، ولو رجلينا اتقطعت هنلعب، لو رجلينا اتقطعت هنلعب. فبالتالي واحد من نجوم مصر واساطير مصر في كرة القدم، وبل اساطير العالم الحقيقة، هيتحط في يوم من الايام ده كاسطورة من اساطير العالم. دي لقطة مصطفى محمد، يعني الراجل يعني ساب فرحة فوزه وفرحة الهدف بتاعه ورفع اسم او تيشيرت صاحبه، علامة على حبهم لصلاح. الحقيقة رامي عباس وكيل صلاح قال لك الاصابة صعبة، مش زي ما اتقال، الاصابة ممكن تقعد من 21 يوم ل 28 يوم. يا رب بس احنا نكمل ونوصل لأبعد مدى يكون صلاح خف، يعني ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نوصل بس نكمل لأبعد مدى. وادي للناس اللي بتقولك صلاح مبوظ اللعب، او صلاح مش موجود، صلاح مش موجود، لكن كلنا امل في لعبتنا. خلي الامور كده، كلنا نبقى صافيين، وكلنا ما نتصيدش الاخطاء، وكلنا كده نفسيتنا تبقى حلوه، ونحب الحلو، نحب اللي عايز يعني اللي بيرفع اسم بلده، ونحب اللي عايز يرفع اسم بلده، ونحب اللي يرفع علم بلده ويبقى مبسوط وهو بيعمل كده. الحقيقه ده اللي بيعمله صلاح وزمايله الحقيقه كلهم النهارده، بالرغم ان احنا عندنا قصور كبير جدا في الحاله الفنيه، ومش المنتخب الراس الاخضر هو اللي يعمل فينا كده، ولا نستنى ان هو يلعب بسبع لعيبه ناقص ولا مش اساسيين ولا ايه، وكمان احنا نكون مغلوبين فيجيب هو جول فالامور تتأزم ونستنى منتخب موزمبيق هو اللي يوصلنا للدور 16. لا، مش ده مصر، مش ده منتخب مصر.